اكبر كذبه في سوق السيارات واقل فايده هو احسن عرض. اي حد بيفتح اليومين دول السوشيال ميديا بيلاقي عروض كتير، بيلاقي بدون فوائد وبستة ونص وبسبعة ونص وبتسعة وتسعة، يبدأ يحس ان اللعبة بسيطة. اقل رقم هو احسن بنك، لكن الحقيقة ان سوق تمويل السيارات اعقد من كده بكتير، لان الفايدة مش رقم ثابت اصلا لكل الناس، لان الفوائد بتتغير على حسب انت موظف ولا صاحب عمل، مقدمك قد ايه، مدة التمويل قد ايه، عربية زيرو ولا اصلا مستعملة. ممكن اتنين يشتروا نفس العربية في نفس اليوم في نفس اللحظة، بس الاتنين فوائدهم غير بعض. وده للأسف اللي ناس كتيرة مش فاهماه، إن الإعلان بيوريك أقل سيناريو ممكن، لكن هل ده السيناريو المناسب ليك فعلا؟ وعشان كده أخطر حاجة دلوقتي بقت بتحصل في سوق تمويل السيارات إن الناس أصلا بقت بتشتري الإعلان مش تفاصيل التمويل. تشوف رقم صغير فتتحمس، لكن ما بتبصش على القسط، مدة الالتزام، المصاريف المخفية أو الضغط الشهري الحقيقي. وده اللي أنا بقوله دايما، ان العرض القوي مش اقل فايده، العرض القوي اللي يناسب حياتك فعلا. في التمويل الاعلان بدايه الكلام، لكن التفاصيل هي الحقيقه، فركز في التفاصيل. وعشان كده هقول لك على العروض المناسبه ليك في الحلقات اللي جايه. تابعني.